السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم عن الثراء وعن الفلوس وعن المال وعن الجمال وعن الحرية المالية. بصراحة انا بعمل الحلقة دي وانا مبسوط، يعني من افضل واهم واحب المواضيع الى قلبي هو الموضوع ده. اي حاجة بتتكلم عن الفلوس عامة، فركز معايا في الفيديو ده، حرفيا هتستفاد. ركز معايا هتستفاد. كلنا يا جماعة عايزين نكون أثرياء، كلنا عايزين نكون أغنياء، كلنا عايزين يكون معانا فلوس كتير نعمل اللي احنا عايزينه ونصرف وقت ما نحب ونجيب اللي احنا عايزينه. بس الثراء ده مش حاجة سهلة وما بيجيش لكل الناس، ومش أي حد بيوصله، لأن هو بيتطلب مجهود كبير قوي وبذل جهد وقصة حزينة. اول حاجة لازم نعرفها ان الغاية من الثراء مش الفلوس، يعني مش الورق اللي احنا بنمسكه في ايدينا. الغاية من الثراء وهو الحرية. الحرية انك تكون اي حاجة عينك بتشوفها ايديك تقدر تجيبها. عايز تروح تعمل عمرة، تروح تحج، تسافر اي دولة في العالم، حرفيا وقتي. عايز تعمل اي حاجة بتعملها حرفيا بكل سهولة. معظم مشاكل الناس حرفيا الفلوس. يقولك انا الفلوس مقصرة معايا، انا معيش فلوس، مش دلوقتي، بعدين، بعد شهر، بعد كذا. 90% من مشاكل الناس الفلوس حرفيا. وفي الاخر لما تيجي تتكلم مع حد يقولك الحمد لله على الفقر والجدعنة. يا عم ماشي، ما قلناش حاجة، بس هو غلط او عيب لما تكون جدع ومعاك فلوس؟ الناس عندها اقتناع ان الفقراء بس هم اللي هيخشوا الجنة. انا عارف الناس بتقول كده ليه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو نظرت الى الجنة لرأيت معظم اهلها فقراء. ولكن مش معنى كده ان اللي معاه فلوس او اللي عايز يبقى غني مش هيخش الجنة. طب ما الرسول برضو قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، صح ولا ايه؟ يعني اليد الايد اللي بتدي او بتعطي او بتساعد احسن من الايد اللي بتاخد، صح ولا ايه؟ وبعدين يعني في حرفيا بتاع 4 من الصحابة، حرفيا مش اغنياء، لا اثرياء حرفيا. 4 من الصحابة كان منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير بن العوام. فكل دول اصلا كانوا اثرياء حرفيا، هم من الصحابة. 4 من عمالقة الصحابة. طول ما انت بتسعى وبتجيب مال حلال مفيش اي مشكلة. انا بس مش عايزك تعيش جوه الصندوق، مش عايزك، يعني عايزك تخرج تطير، تشوف العالم، تلف. عايزك تخرج بره السايكل اللي انت عايش فيها، اللي هي من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، اللي هو واحنا صغيرين من البيت للمدرسة، وبعد ما نكبر نتخرج وبعد كده نشتغل، نفضل شغالين لحد ما نطلع على المعاش يعني وقبلها الجواز وهكذا وبتاخد مرتب كل شهر طب يعني هتفضل في الدايرة دي لحد امتى؟ احنا كده كده كلنا لازم نعدي على الدايرة دي، بس في فترة معينة بس. يعني مثلا في بداية العشرينات واحنا صغيرين، يعني ممكن نعدي عليها. ما احنا كلنا عدينا عليها، لان احنا في البداية ما نعرفش اي حاجة ومعناش رأس مال. فبالتالي لازم نشتغل عند الناس، ولازم نشوف الشغل ماشي ازاي، ولازم نعرف يعني ايه شغل. فبالتالي لازم ننزل شغل، ده في بداية حياتنا. لكن ما ينفعش تفضل طول عمرك كده. انا عايزك تطلع برا سباق الفيران اللي هم حاطيننا فيه. عايزك تفكر ازاي تعمل فلوس، عايزك تفكر ازاي تكبر وتكبر نفسك. انا ولا بحارب التعليم ولا بحارب الشغل عند الناس. الشغل مش عيب وكلنا بنشتغل، بس التعليم للي عايز يتعلم. التعليم ده نور بينور حياتك. التعليم عشان ترتقي، لكن مش عشان تجيب فلوس، يعني مش عشان تجيب فلوس من العلم. الدكاترة والمهندسين يعتبر أعلى 2 من حيث التعليم في المجتمع بتاعنا،
والدكتور بيقعد 7 سنين في الجامعة وبعد كده يتخرج وبعد كده مش عارف ايه. وبتلاقي الدكتور مش راكب فيراري ولا اي حاجة، ولا راكب لامبورجيني، ولا راكب، بتلاقيه راكب عربيات عادية، فيرنا مش عارف هونداي ايه مش عارف. وبعد ما يكبر قوي، والمهندس يعني شوية بس برضو مفيش حد بيوصل للثراء، لان ده علم. العلم انت بتجتهد عشان توصله، عشان انت تبقى واعي وعشان يبقى عندك علم. لكن انك تجيب فلوس دي حتة تانية، انك تجيب فلوس دي بتشغل دماغك في حتة تانية بقى، في التجارة، في تفتح مشروع خاص، لكن مش العلم. ده بالنسبة للتعليم يعني. بالنسبة للشغل عند الناس، ياما كلنا شفنا ان في ناس بتشتغل في شركات حرفيا بتاخد بال40 وال50 وال60 ألف في الشهر. وياما شفنا ناس فاتحة مشاريع خاصة بتدخل في الشهر 5000 و6000. يعني اللي شغال عند الناس بيطلع فلوس اكتر، صح؟ اكيد. بس اللي فاتح مشروعه الخاص هيجي يوم من الايام ينزل شارع الحظ، والمشروع بتاعه هيجيب له ملايين وهيضرب وهيجيب في الشهر مبالغ ضخمة. لكن اللي شغال عند الناس ليه ليميت محدد، اخره في الشهر هياخد 60، هيبقى 70 ألف 80 ألف في الشهر، مش هياخد اكتر من كده. ده طبعا الكلام ده للناس المديرين والناس مش الموظفين العاديين، يعني عشان الناس ما تقولش ايه ده 60 ألف و40 ألف. وخلي بالك، الفلوس بتخليك حر نفسك، الفلوس بتخليك تعرف تعمل اللي انت عايزه، الفلوس بتشتري الوقت. يعني وانت شغال عند الناس، اذا كنت شغال 12 ساعة او 8 ساعات، انت برضو ما عندكش وقت تعمل حاجة. والفلوس على القد، يعني انت بتاخد مثلا في اليوم 250 300، الفلوس برضو على القد. ال 300 او ال 250 بيقعدوا معاك يومين 3. ده يعني خلاص، انت يومين 3 ده ما بيكملوش اصلا. هما ال 200 دول في اليوم اصلا بتصرفهم في اليوم. فاللي هو لا، انت ولا هتقدر تسافر، ولا هتقدر تحج، ولا هتقدر تساعد الفقراء، انت اصلا يعتبر من الفقراء. يعني نحمد ربنا على كل حال، ولكن مش غلط ان الواحد يفكر ان هو يكبر ويكبر من نفسه. لان انت لما يبقى معاك فلوس هيبقى معاك الوقت، بدل ما تعمل حاجة هتديها لحد تاني يعملها لك مقابل مادي. وهتسافر، هتشوف العالم، وهتلف، وهتعمل اللي انت عايزه، هتريح الناس اللي بعدك، وهتريح والدك ووالدتك، هتريح كل الناس اللي حواليك. ده غير ان انت هتساعد الفقراء، ده غير ان انت هتسافر تحج بيت الله الحرام. صدقني الايام اللي جاية مش عايزة غير ناس معاها فلوس. انا بجيبها لك دغري، يعني لو انت ناوي تكمل زي ما انت كده في الفترة اللي جاية، يبقى انت لا، مفيش منه. يعني هتعيش عيشة صعبة حرفيا. طب لو عايز ابدأ في طريق الفلوس ده اعمل ايه؟ اول حاجة انك تغير المايند سيت بتاعتك. اول حاجة لازم تغير العقلية بتاعتك، لازم تغير العقلية من عقلية فقيرة لعقلية غنية، دي اول حاجة. تاني حاجة تصدق ان انت هتنجح وهتعمل فلوس. اول ما تصدق، صدقني ده نص الطريق. خلي بالك الطريق مش سهل خالص، بس انت اول ما تصدق ادي نص الطريق خلص. تالت حاجة، تبدأ تفكر، تقعد مع نفسك وتفكر. لان اي حاجة بتبدأ بفكرة، اي حاجة حرفيا بتبدأ بفكرة. فلازم تغير عقليتك، دي اول حاجة لازم تعملها، تغير عقليتك دي خالص. يعني انت لو اديت 5 مليون دولار لواحد عقليته فقيرة، هيرجع لك بحتة عربية وايفون ولا اي مصدر دخل. لكن لو اديت ال5 مليون دولار لواحد عقليته غنية، هيرجع لك ب10 مليون دولار، ب15 مليون دولار. صح ولا ايه؟ تاني حاجة، الوقت. وقتك هو أثمن حاجة في حياتك. أنا في كل فيديو بقولك كده، وهفضل أقولك كده لحد ما تتعود على كده وتتعامل على كده. وقتك حرفيا هو أثمن حاجة في حياتك. لازم تستثمر وقتك صح، ما ينفعش تضيع وقتك في الفاضي والمليان. العمر هيسرقك وهتكتشف ان انت ما عملتش حاجة في حياتك. الحاجة اللي بعد كده وهم أصحابك.
لازم تاخد بالك من الدايرة اللي انت بتقعد معاهم. حرفيا انت لو قاعد مع 3 أغنياء وبيعملوا فلوس هتعمل فلوس وهتبقى رابعهم، ولو قاعد مع 3 بيحششوا وبيقعدوا على القهاوي وبيضيعوا وقتهم حرفيا هتبقى زيهم. فخلي بالك من الناس اللي حواليك. ونصيحة مني، خلي صحابك ما يزيدوش عن 3. يعني احنا كلنا لينا صحاب كتير، بس القريبين مننا بيبقوا 3 أو 2 أو ساعات واحد حقيقي أحسن من 100 مزيفين. فانت تخلي صحابك حقيقيين وتخليهم قليلين، يعني 2 3 كفاية قوي، عشان ما تضيعش وقتك على صحاب كتير على الفاضي، وكل واحد اصلا وليه فترته يعني. اشتغل على نفسك لحد ما تعمل حاجة لنفسك وتبقى لصالحك انت. يعني في ناس ما عندهاش اصلا مانع ان هي تشتغل 40 سنة عادي عند الناس، وعندها مانع ان هي تشتغل 5 سنين ضغط، يعني 5 سنين بس ضغط على نفسيها بس هتوصل. لا، ما يرضوش، يقولك لا انا اشتغل براحتي. فاللي هو لا، يعني يشتغل 40 سنة عادي براحته عند ناس وما يشتغلش 5 سنين ضغط على نفسه. يعني انت بتصحى كل يوم بتصحى تلبس وتنزل وتصرف مصاريف مواصلات وتمشي في الشمس ومش عارف ايه عشان تروح تزود فلوس واحد تاني. حرفيا يعني ده انا مش عارف اقولك يعني انت بتعمل في نفسك ايه. كل يوم بتنزل علشان تزود فلوس واحد تاني، هو بيديك ملاليم عشان تيجي تاني يوم عشان تخلصهم وتيجي تاني يوم. فلو انت ما اشتغلتش على نفسك وخليت الناس هي اللي تشتغل عندك علشان تحقق اهدافك، انت اللي هتروح تشتغل عند الناس عشان تحقق لهم اهدافهم حرفيا. فانا قلت لك طبيعي انك تشتغل عند الناس في بداية حياتك، بس مش الطبيعي انك تشتغل عند الناس طول العمر. لازم تاخد الريسك، لازم تاخد الريسك. حتى لو هتحط معظم فلوسك، كده كده لازم تاخد الريسكاية، وهيجي في يوم من الأيام هتنزل شارع الحظ وهتضرب معاك. عشان ما تفضلش طول عمرك بتنزل شغل انت مش طايقه ومش حابه. مفيش حد بيشتغل عند الناس وبيحب الشغل. عشان ما تقولش انا كل شغل بروحه ما بستمرش فيه وما بحبوش، دي طبيعة في الانسان. انت مش هتحب شغل وهتشتغل بحرقة غير على شغلك انت. الحاجة اللي بعد كده بقى اللي عايز اقولك عليها تعدد مصادر الدخل. يعني ما ينفعش انت يكون عندك مصدر دخل واحد. يعني ايه؟ انت رايح فين؟ يقولك انا رايح الشغل. بتاخد كام؟ 250 في اليوم. طيب ايه مصادر الدخل التانية اللي عندك؟ يقولك لا، هو مصدر الدخل ده بس. يا اخي افرض تعبت، افرض حصل لك حاجة، هتعمل ايه؟ ما هي الترابيزة ما بتقفش على رجل واحدة. انت مصدر دخل واحد، انت كده بتموت نفسك حرفيا بالبطيء. ما ينفعش، لازم تعدد مصادر دخلك. لازم يبقى داخلك فلوس من 3 جهات، من 4 جهات، واحدة واحدة هيبقوا 10 وهيبقوا 20 بإذن الله. في قصة أنا كنت عايز أقول لكم عليها. واحد راح لسقراط قال له علمني إزاي أكون حكيم. فسقراط قال له خلاص تعالى بكرة عند البحر. خده في المركب كده لنص البحر وراح مغرقه في المية لحد ما حرفيا خلاص كان قرب يموت. وبعد كده راح رفعه قال له انت كنت هتموتني. فراح سقراط رد عليه وقال له لو انت حاجتك للحكمة زي ما حاجتك للأكسجين وانت تحت، حرفيا هتكون حكيم. فيعني بص، يعني ما تقوليش ظروفي ومش ظروفي. حرفيا انت لو حاجتك ان انت تكون ثري او تعمل فلوس او تبقى غني، لو انت في اوحش الظروف هتوصل وهتبقى زي الفل. يعني انا سمعت فيديو لاندرو تيت قبل كده كان بيقول لو انت اشتغلت على الحاجة اللي انت عايزها بكل طاقتك بكل ما تملك، استحالة ما توصلش. وانا ابصم على الكلام ده. يعني انت حرفيا لو اشتغلت بمجهود زي الوحش على الحاجة اللي انت عايز توصلها، استحالة ما توصلش، استحالة. الا لو ربنا شايل لك حاجة تانية، بس استحالة ما توصلش. يعني انت عشان بتشتغل بس ببرود وبراحتك وبتسوف شوية وتضيع وقت شوية، فخلاص مفيش طاقة، ملكش نفس تعمل حاجة. في حاجة مهمة بقى قوي انا عايز اقول عليها للناس. ايه هي بقى الحاجة المهمة دي؟
انك تفكك من فكرة الثراء السريع. يعني عمال تتفرج لي بقى على الفيديوهات بتاعت اولمب تريد بتاعت التداول، وفيديوهات مش عارف لوانكس بيت والتفاحة والطيارة ومش عارف ايه. وفي واحد كده بيطلع على السوشيال ميديا يقولك انا عملت قد ايه من التداول، وعملت مش عارف جبت الفيراري دي من التداول، وعملت ايه من التداول. يعني انا خدت معظم التجارب بتاعت الفلوس بتاعت الحاجات اللي بتجيب فلوس اونلاين، ودخلت في التداول، وشحنت في اولمب تريد، ودخلت في وانكس بيت، ودخلت في معظم، مش هقولك كلها، بس معظم الحاجات اللي بتجيب فلوس اونلاين. انا يعني كل الحاجات يعني 90% من الحاجات اللي بتعمل فلوس اونلاين انا اعرفها، ولكن انا جربت نصها حرفيا. وبقولك معظم الحاجات اللي على الانترنت فيها شبهة وفلوسها حرام. يعني الا الاي كوميرس وكذا كام حاجه كده يعني. وبرضو يعني الاي كوميرس اللي هو التجاره الالكترونيه غير الدروب شيبنج. الدروب شيبنج فيها حاجه حرام، يعني فيها نقطه كده حرام، هبقى اوضحها في فيديوهات تانية، وهبقى اعمل لكم فيديوهات عن المجالات اللي بتعمل فلوس اونلاين. ولكن احنا بنتكلم دلوقتي عن حته ابعد عن اي حاجه بتجيب لك فلوس حرام. يعني بلاش منها، بلاش منها حرفيا، ملهاش لازمة أصلا. يعني انت بتبني القاعدة بتاعت الفلوس حرام. يعني شفت لما بيبنوا عمارة بيحطوا خرسانة من تحت وحديد ومش عارف ايه عشان العمارة تثبت كويس. انت وهكذا بتعمل القاعدة بتاعت الفلوس في بداية حياتك كلها حرام، فتبني المبنى كله على حرام. حتى لو حللت الفلوس فيما بعد مفيش حاجة اسمها حللت. يعني مثلا اعمل 200,000 حرام واعمل بيهم مشروع ويقولك ابقى اخرجهم بعد كده لله، ما هو لا، ما هو مش هينفع. فانت من البداية خالص تبعد عن اي جنيه حرام. من البداية نصيحة مني، نصيحة مني. ما تمشيش بالله عليك ورا التداول والوانكس بت والكلام ده، وخش مش عارف اتفرج على الفيديو خد فلوس، وخش مش عارف ايه الكلام ده. يا جدعان كبروا عقلكوا شوية، واعملوا براند، اعملوا بيزنس ليكوا يكمل معاكوا لاخر العمر. شوف الفرص، شوف الفرص، وبطل تصرف فلوسك على الفاضي. إيه يعني اذا كنت انت فقير او غني، استحالة حياتك كلها ما فيهاش فرص. اكيد الفرص بتيجي، ومش مرة واحدة على فكرة، بتيجي 2 و3 و4 و5. بس في ناس بتشوف الفرص وفي ناس ما بتشوفهاش. انا لو قلت لك انت النهاردة شفت كام عربية حمرا في الشارع مش هتعرف، لان انت ما خدتش بالك. لكن لو قلت لك تعالى بكرة وقول لي شفت كام عربية حمرا، تقول لي 5 6 7. لان انت بدأت تشوف، بدأت تركز على العربية اللي لونها احمر. فانت ركز على الفرص، حرفيا ركز على الفرص. الناس كلها، العالم كله بيحارب عشان المال. المنافسة قوية، الناس كلها عايزة تعمل فلوس. فانت يعني خلي بالك من الفلوس اللي انت بتجيبها حرام ولا حلال. وحتى لو هتعمل فلوس حلال بس هتاخد معاك فترة كبيرة مفيش مشاكل. حتى لو هتتعب في الأول برضو مفيش مشاكل، بعد كده حرفيا هتستريح. الثراء صعب، مش سهل، بس صدقني أول ما تصدق إنك هتوصل وتثق في الله، ده كده نص الطريق، حرفيا نص الطريق. الشغل نوعين، في البدني وفي العقلي. فانت حاول تتعلم مهارة عشان تعرف تقدمها كخدمة، عشان تشتغل بعقلك مش بجسمك، عشان ما تفقدش جسمك وانت في سن صغير وجسمك يبقى ضعيف. لان رأس مال الفقراء الصحة، فخلي بالك من صحتك. الطريق ده لازم تبقى عارف ان انت هتضحي بحاجات كتير. فلو انت موافق وهتستحمل انك تضحي هتوصل. مش مستحمل العواقب والعقوبات اللي هتشوفها، يبقى من البداية كده ما تفرطش نفسك. وخليك عارف إن لم تأتي من عائلة غنية فيجب أن تأتي العائلة الغنية منك. بس عايز أقولك يعني الغنى أو الفلوس مش لكل الناس. فأنت لو تعبت وما جاتلكش ما تزعلش، لأن دي بتاعت ربنا، وربنا اللي يعلم اللي في الغيب مش احنا. في ناس مش الخير ليها ان هي يبقى معاها فلوس كتير،
والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وشكرا. لو عجبتك الحلقة متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.